بالنسبة للباذنجان أنا ما بحب أقشره تقشيرة كاملة، بقشره هيك، نحن بنسميها درب ودرب، بقشره هيك بهالطريقة. هلا أنا بقطعهم أول شي دوائر هيك، وبعدين بقطعها هيك بهالشكل. وطبعا بالنسبة للقلي بقليهم قلية كاملة، وبس يتحمر أول طرف بقلبهم على الطرف الثاني، ومثل ما قلت لكم قلية كاملة. وهلا بطالع الباذنجان على الطنجرة يلي بدي اطبخ فيها فورا. بعد ما طلعت وجبة باذنجان رح انزل بوجبة بصل وفليفلة. وطبعا ما تخلي البصل والفليفلة يحترقوا، بس يا دوب ياخذوا لون. وهلا بنزل فوقهم بطبقة بندورة، وبضيف رشة ملح بين كل طبقة وطبقة. بعيد العملية نفسها على طبقات كل ما تخلص عندي كمية الخضار كلها. وبصحكم تاكلوا هي الأكلة من دون بقدونس. وإذا وصلتوا بالفيديو لهون فأنتوا بتستاهلوا هاي المعلومة. الباذنجان غني بمضادات الأكسدة والألياف، بيساعد على خفض الكوليسترول، إنقاص الوزن، ومحاربة الأمراض المزمنة مثل السرطان بعيدة عنكم. وهلا رح نضيف آخر طبقة بندورة، بحطها على نار عالية وبغطي عليها بس لحتى يغلي غلوة، وبعدين بهدي عليه النار على نار واطية. مي ما ضفت عليه لأنه البندورة عندي طلع منها مي منيح. انتوا إذا البندورة عندكم ما طلع منها مي ضيفوا عليه نص كاسة مي. نسيت حط الثوم، فلهيك هلا أنا عملت 4 سنون ثوم قطعتهم شرايح هيك، قطعتهم هيك بهالشكل. هلا رح اروح كمان اقليهم وضيفهم فوق الأكلة. هلا بعد مرور 10 دقايق رح افتح عليه شوي وخليه ينشف شوي من المي. هلا تعالوا شوفولي على هالمنظر. وما ننسى البقدونس، كتروا 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 بقدونس بشهي. يلا خلونا ندوق. بسم الله. سخن كتير. دايب ذوبان. صح قولوا لي انتوا شو بتسموه عندكم؟ نحن بنقول له باذنجان مكمول، في ناس بتقول له مطبق باذنجان، في له اسماء ثانيه، كمان في ناس بيحبوا ياكلوا هي الاكله بارده. بس والله نصيحه تابعوني وتستفادوا شيء.